إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، عباد الله، روى ابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا قال: وعزتي لا أجمع على عبد خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. هذا الحديث القدسي أصل عظيم في باب الخوف من الله تبارك وتعالى. فالخوف خوفان: خوف من الله في الدنيا وخوف يوم القيامة. فمن خاف من الله في الدنيا فعمل بطاعته واجتنب معصيته أمنه الله يوم القيامة. والأمن أمنان: أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. فمن أمن من عذاب الله في الدنيا خوفه الله يوم القيامة. الخوف من الله أساس عظيم في حياة الناس. الخوف من الله تعالى هو جزء من الإيمان، لهذا أمر الله تعالى عباده بالخوف منه سبحانه، فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ثم أثنى الله على أهل خشيته والخوف منه، فقال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لقد نهى الله تعالى الناس عن أمن عذاب الله، وأمرهم بالخوف من عذاب الله في هذه الدنيا. فكيف يأمن الإنسان من غضب الله؟ كيف يأمن من عقاب الله؟ كيف يأمن الإنسان والله تعالى يقول: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ كيف يأمن الإنسان والله تعالى يقول: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ كيف يأمن الإنسان والله تعالى يقول: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض
أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. كيف يأمن الإنسان والله تعالى يقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. كيف يأمن الإنسان والله تعالى يقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كيف يأمن الإنسان؟ ألا يخاف أن يأتيه العذاب الماحق في أي لحظة من الله تبارك وتعالى؟ إن الخوف من الله له نتائج عظيمة في هذه الدنيا ويوم القيامة. فمن خاف الله في الدنيا مكنه في هذه الأرض. يقول الله تعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالنصر من خلال الخوف من الله. الخوف من الله سبيل إلى النصر وإلى التمكين في هذه الأرض. من خاف الله أمنه الله في الدنيا ويوم القيامة. لهذا قال سبحانه عن الأبرار: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. من خاف من الله في هذه الدنيا كانت له السلامة وحسن العاقبة يوم القيامة. يقول سبحانه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ماذا لهم يا رب؟ قال: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. من خاف الله في هذه الدنيا جزاه خير الجزاء والفضل العظيم يوم القيامة. يقول سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. من خاف الله في هذه الدنيا عوضه الله الجنة يوم القيامة. يقول سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بل هما جنتان. يقول سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك الأمن يوم الفزع. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن الأمن في الدنيا وفي الآخرة إنما يكون من خلال الإيمان الصحيح والتوحيد الخالص والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى.
يقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول سبحانه: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا سبيل الأمن لمن أراد الأمن في طاعة الله، الأمن في عبادة الله، الأمن في الخوف من الله تبارك وتعالى. فهل نحقق خوفنا من الله حتى يحقق الله لنا الأمن في الدنيا وفي الآخرة؟ اللهم يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك على أرض فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم عجل بالنصر لعبادك المؤمنين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وأعل رايتهم وأقم على التوحيد دولتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء والنصر على الأعداء وصحبة الأنبياء يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.